السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن احنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص، وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتذبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي، يتأجل زي مثلا ما حصل في مهرجان الجونة هنا ومهرجان القاهرة، أو يحصل إن الموضوع يهدى هناك في فلسطين، في غزة، موضوع يهدى والناس تتدخل ونهدى يعني شوية ونقدر نعرض. بس ما فيش حاجة بتحصل، يعني تقريبا لحد الوقت اللي أنا بكلمكم فيه دلوقتي في ناس عمالة تموت وما فيش حاجة بتحصل. ف... فأنا إزاي هروح أعرض و... والناس بيحصل لهم كده في فلسطين؟ أنا حاسس، معلش سامحوني لو إحساسي أوفر شوية، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني إن أنا خذلتهم، مش عارف أعمل لهم حاجة. يعني كفاية علينا السكوت اللي إحنا فيه كلنا ومفيش حد بيعمل لهم حاجة، فكمان أنا مش هبقى ساكت بس، يعني أنا كمان عمال أهزر وأغني وأرقص، واللي بيحصل في فلسطين. فأنا بعتذر جدا عن إن أنا أشارك في موسم الرياض، و... والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم. في المقام الأول هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إن هم يساعدوا إخوانهم في غزة ويحاولوا يقدموا لهم أي مساعدة. فأنا دلوقتي ما فيش حاجة أقدر أعملها، زي ناس كتير جدا نفسنا نعمل حاجة ونساعد، بس للأسف مش قادرين نعمل لهم حاجة. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، انت ساعدت اخوك المسلم في فلسطين عملت له ايه؟ اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا. انا هرد، هقول ايه؟ هقول ان في الوقت اللي كان فيه اخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا وبيتذبحوا، والاطفال والنساء والرجال، انا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وارقص واغني. طبعا لا، مش هقدر اعمل كده. فانا كان عندي امل يعني ان المهرجان يتاجل او يتلغي، بس المهرجان ما زال قائم. ماليش علاقة، هو ما زال قائم ليه؟ مش بتاعتي، ماليش ان انا اتدخل فيها. فانا مش هقدر اكون جزء في اللي بيحصل، ومش هقدر اشارك في المهرجان ده. و... والمفروض ان احنا ما نكتفيش بالدعاء لاخواتنا في فلسطين. ما اعرفش ايه اللي يحصل، بس لازم نعمل حاجة تانية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أقول في الآخر بس: اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر أعمالي من الرياء. الفيديو ده مش مقصود بيه أي حاجة خالص، غير إن أنا فعلا في مشكلة. أنا بقالي كتير جدا مش عارف أسافر ولا أعمل إيه. امبارح كنت قاعد مع أصدقاء ليا فنانين أصدقائي، ففي ناس قالت لي سافر، ده أكل عيشك. وفعلا أنا التمثيل هو مصدر دخلي، يعني ده رزقي ورزق أولادي، واللي بصرف عليه من بيتي من التمثيل.
طيب دلوقتي انا لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ اكيد لا. بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة. دلوقتي برضو حاجة تانية. دلوقتي انا عارف طبعا ان التمثيل، وكل الناس اكيد لو حد هاجمني يعني في اللي انا بقوله هيقولوا بس التمثيل ده رسالة معاك طبعا. وخصوصا الكوميديا، وان انت تضحك حد وتطفي عليه روح البهجة. ويعني من ادخل البهجة على قلب مؤمن ليه اجر طبعا. والمفروض ان انت فكرة ان انت تدخل البهجة على قلب حد ده شيء يعني كويس جدا. بس السؤال، مين اللي احنا محتاجين ان احنا ندخل البهجة على قلبه دلوقتي؟ مين؟ شكرا.